وازيكم شباب، اخباركم عاملين ايه؟ معاكم محمد من قناة زمالك SC 8. والنهاردة يا شباب عندنا خبر عالمي حرفيا، وخبر بخصوص اللاعب المعجزة، اللاعب الفلسطيني، اللاعب اللي هيدمر منظومة الكورة في مصر. هيدمرها ازاي؟ هيدمرها يعني الزمالك العشق ده هيبقى في حتة تانية خالص بفضل اللاعب ده. اللاعب ده جامد اسطوري، ولا في يعني مثلا لو في اي غلط تحكيمي، اي اخطاء تحكيمية، اللاعب ده حتى لو مفيش ضربات جزاء هيخلص لك الماتش، هيكسبك غصب عن اي تخين موجود في اتحاد الكورة والحكام وكل ده. اللاعب ده عالمي، اللاعب ده فلسطيني، واللاعب ده هيتحسب مصري، واللاعب ده اللي هو اسمه آدم كايد. ايوه يا جماعة خلاص، واسمع مني ومن المصادر الخاصة اللي انا جبتها، آدم كايد خلاص رسميا في الزمالك. خلاص يعني النهاردة او بكرة بالكتير قوي بكرة آدم كايد هيوصل القاهرة، آدم كايد هيوقع، آدم كايد هيعمل حاجات كتير جدا، والزمالك خلاص هينزل على الصفحة بتاعته انه آدم كايد في الزمالك رسميا. وطبعا زي ما قلتلكوا خلاص فيريرا رسميا صار في الزمالك، والزمالك نزل امبارح انه خلاص آدم كايد والزمالك نزل انه المدرب فيريرا خلاص رسمي، ونزل البرومو، كان برومو جامد حرفيا، كان حراق كده، حراق جدا، ناس كتير يعني كان بيطقوا. المهم خلينا في آدم كايد، وخلينا في الأسطورة الجاية ان شاء الله، هيكون احسن من المشي واللي خان واللي راح بعيد. انتوا فاهمين انا قصدي على مين؟ المهم بس خلاص رسميا آدم كايد زملكاوي لمدة 3 سنين خلاص. واحلى حاجة عجبتني في الصفقات وفي كل حاجة هو جون ادوارد راجل شغال بطريقة مش طبيعية. يعني انا ما تخيلتش الزمالك هيكون كده، ولا صفقة يعني الاخبار اللي طالعة اشاعات، اللي انا طبعا يعني اخباري كويسة وجايبها من شخص موثوق وكده. المهم فكنا من الحتة دي، بس الاخبار كلها مفيش، كل يعني خلاص كل الصفقة اللي خلاص تمت ومستحيل حد لو دخل فيها ينهيها خلاص بتطلع عادي، انا بطلعها لكم وعادي تمام. بس ده اللي كان قصدي عليه يعني. صح انا هتقولوا لي مثلا بتنزل متأخر وكده، صح بنزل متأخر بس عشان اتأكد واقول خلاص ده جاي، اتأكد لكم بس من الخبر مش اكتر، عادي يعني. بس هوريكم دلوقتي ابرز الاهداف واللقطات بتاعت آدم كايد، وهو هنا نزلها لكم اهي، خلينا نشوف كده. تمام، وجبت ليكو جزء صغير بس من لقطات آدم كايد، بس حرفيا اسطوري وهيتحسب مصري يعني. ده اللي فرح ده، يعني انت تقدر تجيب 5 اجانب، او يعني انت عندك بنتايج وعندك صلاح مصدق، فاضل 3 اجانب، بتبيع بس الجزيري يا اما تعير احمد الجفالي، يا اما تقول تحطه تحت السن،
هيفضل لك مكان ل3 أجانب. تجيب مهاجم، وعايز تجيب وسط، بس الوسط عندنا كويس يعني أنا شايف. عايز تجيب انكادا كويس خالص، فأتمنى من إدارة نادي الزمالك تفكر في انكادا. تخيل كده انكادا على اليمين، جيفرسون انكادا ظهير فاركو، وتخيل كده بنتايك على الشمال. سرعات، مهارات، حاجات مجنونة حرفيا. فبس كده انا جاي اقول لكم انه خلاص رسميا ادم كايد في الزمالك، وان شاء الله كده بكره. واحمد شريف كده مخلص اصلا. فاحمد شريف هينزل كده. معرفش هينزل في الوقت اللي انا بصور فيه دلوقتي، او هينزل بعد ما انزل الفيديو. بس خلاص احمد شريف زملكاوي قلتلكوا لمدة 5 سنين، وادم كايد لمدة 3 سنين. واي اخبار تانية او اي صفقات تانية اتأكد منها هنزلها على طول من غير تفكير، على طول هنزلها. بس كده، فما تنساش تضغط على زر لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان اي فيديو جديد انا بنزله يوصلك على طول، ويوصلك اشعار انه الزمالك SC8 اللي هو انا نزلت فيديو دلوقتي حالا. سلام.